السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة الدرس الاول للصف الثاني الابتدائي. الكبار الحلوين الجمال. هنشرح سورة آية ايه؟ آية الكرسي. الشطور الجميل اللي هيقول ورايا، اللي مش شطور مش هيقول ورايا. تمام؟ يلا عشان اديكوا نجمة. يلا قولوا ورايا. اول حاجه ربنا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. برافو عليكم، احسنتم، شاطرين، سامعاكم وانتم بتقولوا ورايا. طيب بصوا بقى، احنا هندرس الآية الجميلة دي لأن آية الكرسي أعظم آية في القرآن. آية الكرسي مالها؟ أعظم آية في القرآن. يبقى آية الكرسي مالها يا ميس؟ أعظم آية في القرآن. سيدنا محمد قال لنا إن احنا لو فضلنا نقولها ونقرأها بعد كل صلاة هيحصل إيه؟ هندخل الجنة. واللي يقرأها قبل ما ينام هيحصل إيه؟ ربنا هيحفظه وهو نايم، يعني مش هيحصل له أي شيء وحش. تمام كده؟ يبقى سيدنا محمد قال إيه؟ أول حاجة يا ميس آية الكرسي أعظم آية في القرآن. برافو عليكم، شاطرين، إيه الشطارة دي؟ طيب، وإن الرسول قال لنا إيه؟ من واظب على قراءتها بعد كل صلاة استحق أن يدخل الجنة، يعني اللي بيقرأها بعد كل صلاة يخش الجنة. شاطرين. طب واللي يقرأها قبل ما ينام ربنا هيحفظه وهو نايم يا ميس ومش هيحصل له أي حاجة وحشة. برافو عليكم، انتوا شاطرين. طيب نشوف الصفحة اللي بعدها بتقول ايه. التفسير. تفسير الايه؟ تفسير السورة. بتقول ايه السورة؟ بتقول ان آية الكرسي اول حاجة اعظم آية في القرآن. خلاص يا ميس قلناها وحفظناها. اعظم آية في القرآن اللي هي ايه؟ آية الكرسي. شاطرين. عارفين ليه اعظم آية في القرآن؟ لان موجود في السورة دي معانيها ان هي بتوصف مين؟ بتوصف ربنا. بتوصف ايه؟ اوصاف موجودة، اوصاف عظيمة لربنا، اوصاف جميلة جدا لربنا. طب زي ايه يا ميس الاوصاف دي؟ ركزوا معايا. يعني وصفت ربنا، وصفته ان هو ايه؟ اول حاجة حي. يعني ايه يا ميس؟ يعني ربنا مش بيموت، ربنا حي لا يموت. يعني ربنا ايه؟ حي لا يموت. برافو عليكم. طيب القيوم يعني ايه؟ مين اللي بيدبر لنا كل شيء؟ مين اللي بيعمل لنا كل شيء في الدنيا واللي بيدبر لنا كل شيء في الدنيا؟ برافو، انا سامع حد بيقول ربنا. برافو عليك، احسنتم. ربنا بيدبر لنا كل شيء في الكون، يعني هو القائم على كل شيء، القائم على كل نفس.
يعني بيدبر لنا كل حاجة يا ميس. شاطرين. طب دي من صفات ربنا، يعني ربنا يا ميس ما بيموتش، حي، وربنا قيوم، يعني بيدبر لنا ويعمل لنا كل شيء. طيب ايه رأيكم؟ نعبد ربنا ولا حد تاني؟ لا يا ميس طبعا نعبد ربنا طبعا. يعني مفيش حد نعبده غير ربنا. ولذلك فلا معبود بحق سواه. مفيش غير ربنا بس ولا نعبده. طب ليه يا ميس؟ عشان ربنا هو اللي خلقنا، وربنا خلق كل حاجة فينا، وربنا هو اللي أنعم علينا بنعم كتير. ايه رأيكم نعبده ولا لأ؟ طبعا يا ميس، ربنا عطانا نعم كتير جدا، فاحنا نعمل ايه؟ فاحنا نعبد ربنا لوحده فقط. طيب قلنا نقول تاني، ربنا بيحتاج ان هو ينام؟ لا طبعا، ربنا لا يحتاج. لا يحتاج الى ايه؟ نوم. ولا يغلبه ايه؟ يغلبه نعاس. يعني ايه؟ يعني ربنا ما بيحتاجش ينام، ولا حتى كمان ايه بيحتاج ان هو ينام خالص، ولا حتى بايه بيبقى تعبان وعاوز ينام. لا، ولا حتى بينام. لا يا ميس خالص، ما بيحتاجش الايه ان هو ينام. طيب هسألكم سؤال، مين اللي مالك كل شيء؟ السماوات والأرض. مين هو؟ ربنا طبعا يا ميس. ربنا هو مالك السماوات والأرض، ربنا. طيب هل ربنا مش عارف ايه اللي موجود في السماء والأرض؟ لا طبعا عارف. يعني ربنا عارف كل شيء؟ يا ميس عارف كل شيء. طب هو يعرف الماضي؟ ويعرف الحاضر اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ ايوه يا ميس. طب والمستقبل؟ طبعا ربنا يعرف كمان الايه المستقبل. طيب وعارف يعني كل حاجة في الدنيا والآخرة؟ أيوة، ربنا عارف كل حاجة في الدنيا وعارف كل حاجة في الآخرة. طيب نقول إيه تاني؟ بنقول إن ربنا أي حاجة، في حاجة بتكون صعبة عليه؟ لأ طبعا. ربنا بيحفظنا كلنا. يا ميس ربنا بيحفظنا، بيحفظ كل حاجة خلقها. ربنا بيحفظ ايه؟ كل حاجة خلقها. يعني ربنا قادر على كل شيء ولا لأ؟ ولا ما يقدرش؟ لا يا ميس طبعا، ربنا يقدر على كل شيء، كل شيء، كل أي حاجة ربنا يقدر عليها. طيب هنشوف معاني الكلمات دي وتمام، ونكون خلصنا تمام كده، ونشوف الشاطرين اللي هيعرفوا يجاوبوا على الأسئلة ولا لأ. تمام. طيب عن الأسئلة اللي هتكون موجودة ولا لأ. معنى كلمة يعني الله لا إله إلا هو، يعني يا ميس ربنا واحد، مفيش معبود بحق إلا الله، يعني ربنا واحد. برافو عليك. طب يعني إيه الحي؟ الحي يا ميس يعني ربنا حي، يعني ربنا دائم، الدائم الباقي حيا، يعني ربنا حي يا ميس، مش بيموت خالص. يعني الحي يعني الباقي. طب يعني إيه القيوم يا ميس؟ ما احنا قلنا القيوم يعني اللي بيدبر كل شيء في الكون، اللي بيعمل كل حاجة. يعني القائم بتدبير ايه؟ بتدبير الخلق وحفظه. مين القائم بتدبير الخلق وحفظه؟ الله يا ميس. طب مين الدائم الباقي حيا بذاته؟ ها، أزلا وأبدا؟ ربنا يا ميس طبعا، الحي هو ربنا. طب يعني ايه سنة؟ سنة يعني غفوة. سنة يعني ايه؟ يعني غفوة. سنة يعني ايه؟ يعني غفوة يا ميس. طيب يعني ايه له ما في السماوات والأرض؟ يعني يا مس محيط علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. يعني ايه؟ يعني ربنا عارف كل شيء. تمام. طيب يعني ايه له ما في السماوات والأرض؟ يعني ربنا محيط علمه بجميع الكائنات، عارف كل حاجة في العالم كله، عارف الماضي والحاضر والمستقبل. يعني ايه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ يعني يا ميس يعرف الأمور اللي فاتت الماضي، ويعرف المستقبل اللي جاي، ويعرف كل حاجة احنا قلناها وكل حاجة مخبيينها جوانا. تمام. يعني ايه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم؟ يعني يا ميس ربنا يعرف الماضي، كل حاجة عملناها ايام زمان، وكل حاجة احنا هنعملها، وكل حاجة احنا بنقولها، وكل حاجة احنا مخبيينها جوانا. تمام. يعني ايه لا يؤوده؟ لا يؤوده يعني ايه؟ لا يثقله حفظ السماوات والارض. يعني ربنا يقدر يا ميس يحفظ السماوات والارض. تمام. برافو عليكم شاطرين. طيب عايزين نعمل ايه؟ نشوف يا ميس الصفحة اللي بعدها
نمسح كل ده ونشوف احنا شاطرين ولا لأ يا ميس. طيب دي أسئلة احنا هنعمل ايه؟ هنكتبها عشان نكون شاطرين وعارفين كل حاجة. تمام، يبقى الصفحة دي وهبعت لكم أسئلة برضو هشوف انتوا شاطرين ولا لأ، هنحلها مع بعض. تمام، أشوفكم إن شاء الله وبإذن الله الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.